تخيل كده فيروس دخل جسمك وبعدين جسمك ما بيعملش اي اكشن وبيوصلكش اي صوت، وقعد الفيروس ده ياكل في جسمك ويبوظ في خلاياك وانت مش داريان بيه اصلا. فتخيل لو ما فيش صوت الالم جواك، ساعات من كتر ما فيش حاجه بتوجعك ما بتنتبهيش للمشاكل الموجوده، وساعات قدر الالم بنتساءل لحد ما يوصل لمرحله انت مش قادره ان انت خلاص لا صوته عالي قوي مش قادره. قد ايه الالم سواء نفسي او جسدي بينبهك للمشاكل اللي موجوده في حياتك، لو ما سمعتيهوش بيبتدي يعلي صوته، عشان انت لما بتسمعيهوش معناها المشكله عماله تتفاقم وتكبر، فانت محتاجه ان انت تلحقيه قبل ما الموضوع يوصل لسرطان بقى، سواء بقى في النفس او في الجسد. قاعد كده كويس ومش حاسس باي مشكله ومش حاسس باي الم ولا بتاع، هل ممكن تسال نفسك مثلا هو انا دلوقتي مثلا يا ترى مثلا عندي انيميا ولا ما عنديش؟ مش هيجي في دماغي اصلا، مش هي ليه ما فيش حاجه صح. طب لو انا قاعد كده برضو والدنيا زي الفل الحمد لله مع اللي حواليا وكل حاجه، هل هفكر ان انا محتاجه اطور نفسي ولا اخد كورس في التعامل مع الناس، ولا مثلا اخد كورس ازاي يبقى عندي وعي بنفسي بدل ما انا ماشي اخبط في الدنيا؟ لا ليه؟ ما كل حاجه ماشيه. يعني لحظه وعي كده من ربنا سبحانه وتعالى قلت لنفسي ردينا واحنا في الدنيا ليه؟ عشان الاخره صح. دي رحله معروفه، يعني معروفه الوجهه بتاعتنا فين. فقلت يبقى اذا مش معقوله الابتلاءات اللي بتجيلنا هي بس هدفها انها تنمي مهارات دنيويه عندك ملهاش اثر اخروي. احيانا الالم بينبهك على النقطه اللي انت محتاج تروح كده تظبطها. احنا بناخد النعم كحق مكتسب شويه، بنعتاد عليها وبنسيء استخدامها، فلما بنسيء استخدامها بنبتلى بقى ابتلاء بان هي بتروح مننا خالص. فتوقفت كده يبقى احنا بنبتلى علشان ايه؟ عارفه ليمحص الله سبحانه وتعالى الذهب بيعرضوه على النار علشان الاصلي هيفضل والتاني هيتحرق. الابتلاء في حياتك هو جاي كانه كده بيطلع يصفي قلبك، عارفه المصفى يصفي قلبك يطلع منه القلب سليم. فعشان نطلع بالقلب السليم ده بنمر في حياتنا باننا نقابل احداث واشخاص، هم دول الابتلاء الحقيقي، هم دول اللي حقيقي بيصفوا الشيطان يعلي صوت الالم قوي علشان يتوهك عن الحكمه. انت وانت متألمه قوي 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 بتصرخي كده، هل هتقعدي تفكري يا ترى حكمه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ المفروض اتعلم من الموضوع ده ايه الحته اللي ممكن تكون بتزودني قرب من ربنا؟ لا، لما بتبقى صوت الالم عالي قوي ما بتبقيش عارفه تدركي صوت الالم شويه، بتبتدي تدركي انه لا ده هنا في درس مهم جدا. الشخص اللي اذاني ده ممكن يكون اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، هو انا هتحول اخلاقي زيه؟ ودي لعبه الشيطان اصلا. هتتقي ربنا فيه ولا مش هتتقي ربنا فيه؟ ولا تاخن من خانك؟ هتخوني في الاخر. فكره انه اختبارك في الشخص اللي بيقابلك ده بيأذيك هتتصرف معاه ازاي؟ انت شايف ربنا ولا شايف الاشخاص؟ بتعامل مين؟ هي فكره ممكن تكون بعدت. فاكره لما قلنا انه احنا شويه بعدنا قوي عن فكره الاخره وفكره ان احنا نرتبط فعلا بالهدف اللي جينا عشان الدنيا، فبقينا نحسبها كلها حسابات ايه؟ دنيويه جدا. تحسبها في فكره طب ما هو لا ده اختباري، دي كده فتنه من فتن الدنيا اتعرضت لها، قلبك هيتعرض لها، هيعدي منها عامل ازاي؟ لانه بيفهم ان كل حاجه بيمر بيها هي في الاول وفي الاخر بتنقي قلبه. عايزه اضيف لكلامك جمله دكتور مصطفى محمود لما كان بيفسر في قصه طالوت وجالوت، لما قال قصه النهر. الابتلاءات في الدنيا عباره عن، هو فسر الحته دي بايه بقى؟ ان احنا نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. فالمعنى ده هزني جدا وخلاني احس افكر فعلا احنا لازم فعلا نقاوم ما نحب. ده ابتلاء، لان احنا ساعات بنطلب حاجات كتير ما ينفعش ناخدها، لازم يكون في تزكيه للنفس ونتحمل ما نكره. حاجات كتير في حياتنا ممكن تحصل لنا احنا مش عايزينها او مش متقبلينها او مش وقتها، جايه في وقت مش وقته او متاخره احنا عايزينها جدا دلوقتي. فان احنا نتحمل ما نكره هي دي بالظبط فكره الابتلاءات في الدنيا. فلما حكى قصه بتاع طالوت وجالوت قال انه ربنا لما خلاهم، لما سيدنا طالوت قال ما تشربوش من النهر، ربنا هنا كان عايزهم يكون عندهم إرادة مع نفسهم، فربط الانتصار في معركة مع جالوت بالانتصار على النفس. فالفكرة كلها من جوه، ان انا لما انتصر على نفسي انا هعرف انتصر على الحاجات الخارجية من ناس، من احداث، من ابتلاءات ايا كان. فاللي انا عايزه اقوله ان انا عشان اصبر على الابتلاء واكون هاديه وعندي سكون، لازم الاول اربي نفسي في وقت الرخاء. لازم الاول استشعر معنى او استشعر المعنى اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي. مش لازم ما يجي الابتلاء، اصلا لما بيجي لنا الابتلاء احنا فعلا بنكون عندنا طاقه غضب غير طبيعيه ومتضايقين وحاسين انه مش قادره اتحمل. لكن انا هقدر اتحمل لما انا الاول اربي نفسي على ده دلوقتي.
ودي من الحاجات اللي بحبها جدا في فكره الامتنان. انا بربي نفسي على الامتنان في الاشياء الصغيره، مش لازم في الاشياء الكبيره، علشان لما يكون في ابتلاء مثلا بفقد معين افتكر ايه ده، طب ما الحاجات الصغيره هي كده كده موجوده. يعني الفقد ساعات بيجي فقد في حاجات كبيره، حد مثلا يخسر وظيفة عمره، حد يخسر شخص عزيز عليه، بس طول ما هو ممتن بالحاجات الصغيرة اللي معاه، هو يتضايق وهيزعل ومن حقه طبعا، ولكن هو هيبقى جواه معنى معين ان انا يا رب ممتن لكل حاجة من صغيرها لكبيرها. ففكرة ان انا اقاوم ما احب واتحمل ما اكره، دي بالنسبة لي تدرس، وان انا اكتبها كده كنوت واحطها قدامي على حس فكرة اقاوم ما احب. كنت دايما بحس انه الانسان طول ما هو موجود الحاجات الحلوه حواليه يعني ويفضل بقى منعم بيها. كنت انا بستغرب الصراحه ايه الابتلاء في كده، يعني ليه الانسان اصلا يفتن بالحاجات الحلوه او بالناس اللي حواليه الحلوه. ولكن في مره كنت حاضره لك محاضره، قلت لنا معنى حلو قوي قوي، قلت لنا ساعات ربنا بياخد حاجه مننا عشان مش واخدين بالنا منها، بناخد بالنا منها لما بتروح. فحسيت المعنى ده اللي هو لا، انا فعلا معايا حاجات حلوه، انا مطلوب مني طول الوقت اذكر نفسي ان هي حاجات حلوه. احنا بنعتاد وزي ما الابتلاء بيجي علشان الابتلاء في الحاجات الصعبه بيجي علشان يربينا، في الابتلاء الحاجات الحلوه بيجي علشان يذكرنا ان احنا فعلا منعمين قوي على النعمه. فاحس انه لا، انا زي الفل كده. وكمان عشان ليها علاقه بتزكيه النفس، ان انا مش كل ما هطلب او كل ما الحاجه قدامي انا هاخد منها، لازم اربي نفسي على ده، لان ممكن يكون كترتها ابتلاء عليا. زي لما مثلا واحده تكون ما بتخلفش وتتبنى بنوته فتطلعها ذريه مش صالحه، كانت اصلا عدم الخلفه ليها من البدايه كان الاصلح ليها. انتي عملتي حاجه، لفيتي لفه تانية خالص عشان تكون عندك بنوته، لكن انت شوفي عملتي ايه، اسأتي تربيتها فبقت ذريه مش صالحه. وزي لما حد يجيله فلوس كتير جدا يبقى مبذر، شكر النعمه، شكر النعمه، يبقى مبذر قوي قوي قوي، وفجاه يحصل له صفقه في شغله او مش عارف ايه، فالحاجه دي كلها تبوظ. طب انت كان عندك اصلا الفلوس دي كلها، انت ما احسنتش استخدامها. ففعلا الابتلاء بيكون درس لينا، سواء احنا فهمنا الحكمه او ما فهمناش، سواء احنا واخدين بالنا او ما فهمناش. بس الصح اللي المفروض نعمله ان احنا ندرب نفسنا في الوقت الكويس على المعاني دي، عشان لما يجي الابتلاء يكون ساكنين وعندنا هدوء نفسي كده. هي كان الشيخ يقول لنا لما الست بتخلص الفطار وتنزل ولادها المدرسه بتعمل ايه؟ فاحنا بتعمل ايه؟ بتهيألي بتخش المطبخ تاني، عشان اي الناس بتوع زمان شويه كانوا بيعملوا كده، يروحوا مطلعين الحاجه مش عارفه تسيح مش عارفه ايه عشان الطبيخ، فيقول بتبتدي تجهز للغدا، صح؟ هل هي عشان جعانه دلوقتي؟ لا، بس عشان لما يجي وقت الغدا يبقى الغدا جاهز. فسبحان الله هي نفس الفكرة، انه محتاج تدرب نفسك على المعاني وانك تعرف ربنا سبحانه وتعالى قوي، فلما يجي حاجة تحصل انت عارف ربنا، فانت شايف اللي بيحصل ده بحكمته وعلمه ورحمته وقدرته سبحانه وتعالى وكل حاجة، فمش بتتهز زي هزة الشخص اللي ما يعملش كده. عشان كده بستغرب جدا سبحان الله، ربنا يعافينا جميعا، بس الناس لما تبتلى تروح بعد عن ربنا، او ما تبتلى توقف صلاة، تبتلى تقلع الحجاب. انت فاهمه غلط. انت كده رايحه في اتجاه انت بتصعبي على نفسك اكتر، بتعاقبي نفسك. كان في احد الدعاء قال كده، قال لما يحصل لكم ابتلاءات وتبعدوا اكتر عن ربنا، انت كده بتعاقب نفسك مرتين، مره في وقت الابتلاء انت اصلا كده يعني تعبان ومتضايق، ومره بقى لما انت بتبعد اكتر، وده شغل الشيطان. ده حقيقي، ان هو يبعدك. ايه خلاص انا تعبت، ما انا يعني زي الراجل اللي مره صليت كتير وما حصلش حاجه، ايوه انت مستني يحصل ايه؟ معجزه من السماء تيجي؟ ما هو كل حاجه ليها تدبير من الله. فالفكره ان احنا فعلا بنتعب اكتر لما نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فانت كده جمعت على نفسك فعلا حاجتين، الم الابتلاء اللي انت فيه، والم تاني لا واعي موجود. كان حتى المشايخ دايما يتكلموا عنه، عن فكره انه انت نفسك بتلومك من جوه، طالما فيك خير يبقى نفسك هتلومك انك ما بتعملش حاجه الصح. فدي بس في الخلفيه كده، صوتها مش بيبقى ظاهر ساعتها قوي، لان انت معلي قوي صوت الالم من الابتلاء، وبتجمع على نفسك فكره البعد، لان الانسان لما بيبعد اصلا بيحس ان ربنا سبحانه وتعالى مش معاه. هي دي طبعا مش حقيقه، بس هو بيحس ان هو انا عصيت ربنا، فاللي هو هستنى منه. عشان كده كان في بعض بنات لما مش عارفه تتطلق تقلع الحجاب، فواحده تواصلت معايا كده فبتقولي انا وحشه جدا وانت مش عارفه ايه، ويعني وضعي بقى سيء جدا، وانا انت زودتي على نفسك الالم اضعاف. فاحنا كده بعدنا قوي،
ودايما اقول ايه لما بتبقى تصاب بابتلاء وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه؟ حتى لو قلبك قفل شويه من عبادات معينه او مش عارف تفهم الحكمه، او يعني ده برضو لسوء يعني ايه لسوء اسمها ايه لتقصيرنا احنا في اننا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. فخليك واقف على الباب حتى وانت مش فاهم، لانك لو قفلت الباب ومشيت هيبقى الرجوع مش سهل، لانك اول ما بتبعد الالم بيزيد، فلما تيجي ترجع محتاج جهد مضاعف اصلا مش عندك. فخليك كده على الباب دايما علشان يبقى الرجوع سهل، تدخل منه هو مفتوح. لكن اول ما بتقفل وتمشي بابك مع ربنا سبحانه وتعالى الموضوع بيقفل.